معاكم الفنان ربيع زكريا، خريج كلية الفنون الجميلة، دفعة 2003. من 2003 لحد دلوقتي يعني 10 سنين ما شاء الله خبرة في مجال الترومبولوي. مجال الترومبولوي معناه بالعربي كده معناه الخداع البصري. معنى كلمة ترومبولوي معناها بالعربي خداع بصري، أصلا كلمة فرنسية معناها بالعربي خداع بصري. ماشي. المجال ده لحد ما في مصر مش قديم قوي يعني. شغالين فيه من 10 15 سنه ما شاء الله واكتر من كده، وما شاء الله واخد صيت كويس، او ما شاء الله عشان خاطر هو بيتفاعل مع الناس، بيتفاعل مع الجمهور، بيتفاعل مع الناس، لحد ما بدا يبقى له جمهوره. كنا بنواجه مشكله احنا كخريجين فنون جميله مع الناس خريجين فنون تطبيقيه، يقولوا لنا ان الخريجين الفنون جميله الفن بتاعهم فن من اجل الفن. انا شغال بالوان حاجه اسمها الوان اكريليك. الوان الاكريليك ديت، الوان الاكريليك الوسيط بتاعها وسيط ميه، يعني بيتزود بميه، وكل حاجه بتستخدم فيها ميه. بغسل الفرش بالميه، كل حاجه بالميه. يعني في ناس بتستغرب مثلا لما اجي بمسك الفرش بغسلها يقول انت ما بتغسلهاش بحاجه اسمها زي التربنتين او النفط او الحاجات دي، لان الوسيط بتاعها مش الوسيط بتاعها ميه، فلازم الفرش تتغسل بالوان بنفس الوسيط بتاع درجه الالوان، يعني الوسيط بتاع درجه اللي انت بتزود بها الالوان يعني. ما ينفعش اكون شغال بالاكريليك واروح مزود او غاسل الفرش بتاعتي. انا شغال دلوقتي حاجه اسمها برسم، حاجه اسمها كنا بنسميها في كليه الفنون الجميله طبعا اسمها الطبيعه صامته. طبيعه صامته يعني حاجه مش متحركه، حاجه ثابته وانت بترسمها، يعني ما فيش مثلا مش شغل اللاندسكيب والحاجات دي، او الشغل او المعتمد على شغل الفجر، حاجه متحركه. لا، انا بشتغل شغل حاجه اسمها طبيعه صامته، بنقلها قدامي وبرسمها.